ذا ماستر اوف سسبنس. بجد، لا فعلا زي ما ايمن الكاشف بيقولها، ذا ماستر اوف سسبنس. حتى في كاس العالم للانديه حتى في كاس العالم للانديه الاهلي ذا ماستر اوف سسبنس برضه، سايب الماتش كله وقفشه يروح يجيب الجون في الدقيقه 88. يعني ده شغل الدوري المصري وشغل بطوله افريقيا اللي الاهلي بيعمله على طول. عشان كده احنا بنقول عليه ذا ماستر اوف سسبنس. بالمنظر ده هو بقى ذا ماستر اوف سسبنس برضه في كاس العالم للانديه. يعني بامانه لا تامن مكر الاهلي في اي ماتش في اي حته في اي بطوله في العالم. حتى لو كان بيلعب مع يعني في دوره رمضانيه ما تامنش مكره. ذا ماستر اوف سسبنس حتى في كاس العالم للانديه. لا، مبروك مبروك للاهلي ومبروك لجماهير الاهلي ومبروك بقى لمصر كلها، لان طبعا الاهلي بيمثل مصر في البطوله ديت. الواحد مبسوط ان الاهلي خلاص عدى وهيطلع يلعب ريال مدريد في نص النهائي. ويا سلام بقى كده لو الاهلي، يا سلام لو راح يكسب ريال مدريد ان شاء الله حتى 1-0 ويطلع هوب على النهائي. طبعا هو شيء اوفر شويه بس مفيش حاجه بعيده، يعني مفيش حاجه بعيده عن الكوره. دي كوره، ممكن تتوقع كل حاجه وكل حاجه تحصل، فده طبيعي. خلينا نتكلم شويه في الماتش. آه الماتش الاهلي والسياتل الامريكي. الماتش بدأ بداية هادية من ناحية الأهلي شوية. الأهلي أول 10 دقايق كان بيلعب وماسك كورة وكده. بعد كده سياتل الأمريكي هو اللي خد بقية الشوط كله، هو اللي ماسك الكورة، هو اللي ليه ركنيات، وهو اللي الاستحواذ معاه والكلام ده كله. خلص الشوط الأول بدون هجمات خطيرة على الناحيتين يعتبر. عشان الشوط التاني ينزل الأهلي تحس إن هو فاق شوية. ابتدى يمسك كورة وابتدى يلعب وابتدى يهاجم. مارسيل كولر كمان راح مغير 3 تغييرات. خرج طاهر وخرج حمدي فتحي، وخرج اسمه دوت كهربا. تمام. نزل قصادهم محمد شريف وقفشه وعبد القادر اللي حركوا الدنيا في الهجوم شويه. الاهلي ابتدى من بدايه الشوط الثاني وكمان بعد التغييرات اكتر يمسك كوره اكتر، يهاجم اكتر. بقى بيضغط على سياتل الامريكي اكتر. وفعلا كان في كذا هجمه خطيره، حوالي هجمتين او 3 جم للاهلي قبل ما يجيب الجون وضاعوا. تمام. بعد كده نوصل الاهلي ماسك كوره لحد الدقيقه 87 88 بالظبط، عشان تيجي كوره من بيرس تاو قفشه يسقط الكوره بيمينه، تيجي في العارضه، ترجع واحد من الدفاع يطلعها بدماغه عشان تيجي لمين؟ لقفشه برضه. يعني هي هتسيب الكل وتروح لقفشه برضه على رجله عشان ياخدها على الطاير يحطها في الجون. لا، وهي راحه في الجون راحت خابطه في رجل اللعيب من سياتل ومغيره اتجاهها، راح في الزاويه العكسيه على طول عشان يبقى جول للاهلي. وعشان يبقى ذا ماستر اوف سسبنس برضه زي ما قلنا في كاس العالم للانديه. بس بعيد عن ان الكوره كان فيها نسبه حظ عشان تخبط في رجل اللعيب، بس لا الاهلي كان ضاغط والاهلي عمل اللي عليه في الشوط الثاني بالذات، وكان يستحق ان هو يكسب عشان يوصل لنص النهائي عشان يقابل ريال مدريد. واحد كان نفسه يعني يقابل اي فرقه تاني ويسيب وتبقى ريال مدريد دي في النهائي على طول، يقابلها الاهلي ياخد سلام عليكم انا جاي اخد فضيه منكم وتاخدوا الذهبيه ومرضيين والدنيا حلوه ويمشي. بس للاسف ده ما حصلش. الاهلي هيقابل ريال مدريد في نص النهائي. مش عارف الواحد يعني يتوقع الماتش ازاي، بس الماتش مش هيبقى سهل خالص، هيبقى صعب جدا على الاهلي طبعا انه بيلعب ريال مدريد برضه. بس هو في حد ذاته ماتش هيكون تقيل وهيكون ماتش حلو جدا وماتش تاريخي، لان انت عندك اكتر فرقتين تحقيقا للالقاب في العالم بيلعبوا بعض، ريال مدريد والاهلي. فاللقاء ده هيكون محط انظار الجميع وهيكون عامل ضجه جامده جدا. وان شاء الله يعني نتمنى من الله ونقول يا رب ان الاهلي يعدي ريال مدريد. ازاي انا ما اعرفش، يعني ازاي انا ما اعرفش، لو اعرف اقول لكم. فيعني نقول ربنا يكرم والاهلي كده يعدي من ريال مدريد ولا حاجه ان شاء الله. يعني باي نتيجه ان شاء الله 1-0 بقى، ما اعرفش هو هيعدي ازاي، بس المهم انه يعدي من ريال مدريد ويوصل للنهائي. على الناحيه الثانيه الهلال كسبت الوداد بضربات الجزاء بعد ما كان الوداد متقدم، والهلال اتعادلت في اخر وقت في الماتش برضه تقريبا في الدقيقه 86 حاجه زي كده، ولعبوا اكسترا تايم 0-0 وصلوا لضربات الجزاء. الهلال جابت ال5 ضربات بتوعها، الوداد جابت 3 بس، فالهلال كسبت وطلعت نص النهائي هتقابل فلامينجو. نتمنى طبعا، هو اللقاء مش هيكون سهل برضه، نتمنى الهلال تكسب وتوصل للنهائي باذن الله، ونقول يا رب الاهلي يكسب ريال مدريد. وهرجع اقول لكم ازاي ما اعرفش والله، احنا ممكن ندعي ونسيبها على الله بقى.
والاهلي يوصل النهائي ويبقى نهائي عربي خالص، ياه يبقى نهائي ملوش حل بقى ساعتها. بس خير، خير يعني، ما فيش حاجه بعيده عن كره القدم. احنا متعودين على ان كره القدم فيها المستحيل بيحصل عامه يعني. فمبروك للاهلي وجماهيره، ومبروك لجماهير الكره المصريه كلهم، صعود الاهلي لنص النهائي. الاهلي عامل اللي عليه وزياده، وعامل شغله كويس في كاس العالم للانديه. كولر يعني بيمشي كل ماتش بماتشه يعني. تحضيره الماتش اوكلاند حاجه غير تحضيره الماتش سياتل. آه، هو واخد كل حاجه على محمل الجد فعلا، وتحس ان هو داخل هو عايز ياخد البطوله. فهنشوف ايه اللي هيحصل قدام الريال ان شاء الله، ولعله خير كده ان شاء الله. الاهلي يعني يشد حيله في الماتش ده، لان الماتش صعب جدا. ونشوف بقى كده يعني، هل لعيبه الاهلي هتعرف تجيب اجوان في كورتوا، ولا هيبقى زي محمد صلاح كده برضو كورتوا عقده بالنسبه لهم. هنشوف الكلام ده كله. من هنا لحد يوم الاربعاء مش بعيد. كان معاكم جبل في دردشه سريعه كده عن اللي حصل النهارده في ماتش الاهلي.